عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بقى هيكون عن سبب اختفائي الفترة اللي فاتت دي كلها. الفيديوهات، حتى الفيديوهات اللي كانت بتنزل لكم قديمة متصورة قبل كده، والفيديوهات اللي هتنزل لكم في منها قديم وفي منها متصور بعد اللي حصل. اللي حصل هو ده. حصلت لي حادثة كده على السريع. حصل لي تمزق في الأربطة. الحمد لله يا رب. الحمد لله، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا، وكل حاجة الأسباب. يمكن أنا للي ما يعرفش، أنا كنت في رجلي التانية كان حاصل لي برضو تمزق، وقعدت فترة اتعالج. وطبعا كلنا عارفين ان بعد التمزق ما كانت او ما فيش حاجة بترجع زي ما كانت. آه، بيحصل ضعف طبعا. آه، فانا كده بقى رجليا الاتنين. الحمد لله. كنت زعلانة وقتها. مش وقتها، لحظتها، لانه انا ما اكتشفتش ان هو تمزق غير تاني يوم. بس انا في ساعتها عرفت ان هو تمزق. آه، زعلت لحظتها، مش هكدب عليكم، عشان خاطر زي ما قلت لكم انا رجليا التانية كان حاصل فيها، فرجليا الاتنين كده هيكونوا ضعفوا. ومش هيرجعوا زي الاول. بس الحمد لله، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. وعرفت ده بعدين، لان في كذا حاجة حصلت ما كانتش هتحصل غير لو كان ده حصل لي. فهي احداث مترتبة. وربنا ما بيعملش حاجة غير الخير. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. وكل حاجة بيبقى ليها سبب ومغزى، هنعرفه بعدين وانا عرفته. ف... ف بجد كنت ساعتها قاعدة بحمد ربنا جدا على اللي حصل، وكنت عارفة ان هو ده احسن حاجة تحصل في وقتها. فكل حاجة ليها سبب. موضوع رجلي، انا الحمد لله دلوقتي طبعا فكيت الجبس وبتعامل. بس لحد دلوقتي بتحرك بالانكل لازم، عشان يعني تفاديا لاي اضرار. غير انها هي لسه ما بقتش طبيعيه. لان انا لما بعمل مجهود عليها، او مثلا امشي كتير او اقف كتير، او اكون بعمل مثلا حاجه في البيت او كده، فبتوجعني جدا. ف لسه يعني ما رجعتش لطبيعتها تماما، ولكن هو الموضوع بياخد وقت. زائد ان انا مستنيه طبعا. الحمد لله طبعا طول الفترة اللي فاتت ما وقفت تمرين سباحة، ما رحتش الجيم. كل خططي اللي كنت متفقة عليها معاكم وقفت وما حصلتش. الحمد لله. الأوضة اللي احنا كنا بادئينها مع بعض داخلة في سنة هيت، وطبعا كل حاجة وقفت. يعني الحمد لله، حتى بعد ما فكيت الجبس وبدأت ان انا اتحرك وبدأت اكون تمام، موقفة كل حاجة. لان انا عشان اعملها لازم اطلع سلم وفي الحوار فيه تنطيط كتير، فيعني تجنبا لاي اصابات انا موقفة ده حاليا. ان شاء الله الفترة اللي جاية نشتغل فيه مع بعض. كل تأخيرة وليها خيرة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ما حدش عارف الخير فين. كل حاجة وقفت، بس يعني الحمد لله يا رب. حاولت ان انا يعني تبقى اعتبرها فترة كده فصلت فيها الحاجات، اعتبرها اتأجلت. الجيم دلوقتي ما بقاش اختيار بالنسبة لي، بقى اساسي. لازم اعمل كده عشان اقوي عضلات رجلي، علشان عضلات رجلي تخفف عن الاوتار بتاعتي، عشان خلاص يعني الرجلين بقى فيها اصابة، فلازم اقويها وحاجة تخفف عن حاجة. يعني انا الكابتن بتاعت الجيم، بعد ما نزلت بعد اول مرة قالت لي كده ان انا لازم اشتغل على عضلات رجلي اكتر واقوي اكتر، عشان حاجة تشيل حاجة، يعني عضلاتي تشيل حمل من على الاوتار وكده. فان شاء الله هعمل ده، بس الفترة الجاية طبعا مش دلوقتي خالص، عشان رجلي. وغير كده انا ناوية ان انا ابدأ، يعني مش اول ما ابدا هبدا بالجيم. حاليا بدات ان انا احاول ان انا امشي شويه مسافات اطول كل فتره. وبعدين ان شاء الله بعد كده ارجع للسباحه. السباحه بتساعد جدا في
في الموضوع ده. وبعدين بعد كده ان شاء الله اخر خطوة تكون الجيم ان شاء الله. انا مش حابة اطول عليكم في الموضوع ده، يعني مش حابة ان انا اقعد اتجادل في حاجات يعني مش هتفيد حد. بس هي كانت تجربة بالنسبة لي. اقتنعت فعلا ان ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، وان كل حاجة لسبب. و... وزي ما قلت لكم في حاجات كتيرة ما كانتش هتحصل لولا اللي حصل، فكلها اسباب. ودايما الحمد لله ما فيش موقف بيحصل لي في حياتي غير لما بعرف بعد كده الحكمة، او ببقى عارفة ان هو كان ده الاختيار الاصح، او ده اللي كان لازم يحصل. ف طبعا انا كنت حتى اوردرات شيء ان كان في اوردر جالي. كنت انا متجبسه، حتى هحط لكم المقطع ده. الحاجات اللي جات لي هتلاقوا تقريبا الجبس كان ظاهر فيها تقريبا. الحاجات وصلت لي بعدها بشويه لما بدات اتعافى شويه، بدات استخدم منها حاجات. ومصوره لكم ده برضو. بقيت بقى الحاجه بتاعت الاوضه زي ما قلت لكم انا موقفه كل حاجه، لان لسه الموضوع ده لسه عليه حبه حلوين يعني، بس هحاول على قد ما اقدر اللي اعرف انجزه. لان الموضوع طويل قوي، والاوضه بقى لها كتير جدا، وحاسه ان الدنيا مكركبه، وانا ما بحبش ان الحاجه ما تبقاش في مكانها وما بقاش ما علينا. بس الحمد لله يعني بتعايش بنجزها على قد ما اقدر ان شاء الله. بس كده هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. الحمد لله الفتره دي ساعدتني في ان انا ارجع لشغل تاني الهاند ميد. عملت كوليكشن جديد هينزل لكم ان شاء الله وهتشوفوه. يا رب يعجبكم. وباخد خطوات يعني يا رب تكمل على خير. وتعطلت كده حبتين 3 4. بس تمام يعني، كل حاجة وليها وقتها والحمد لله على كده. مش عايزة اطول عليكم عشان انا لسه هحط لكم المقاطع التانية. ولو حد محتاج يستفسر عن اي حاجة يكتب لي تحت في الكومنتات. وهسيبكم بقى مع باقي الفيديو. باي باي. اهو بقى باقي الاوردر اللي انا كنت جايباه ده كده، اللي هو الورق اللي انا كنت عملته على الحيطه معاكم، اللي هو الجليتر. طلبت منه بقى الاكبر، مش عارفه هتكفي ولا ايه، ربنا يستر بس وتكفي. اهو بصوا اهو، هنجرب برضه اشوف اذا كانت هتكفي ولا مش هتكفي. جايين مطبقه شويه بس تمام. وده اللي هو السيلفر برضو اللي انا كنت جايباه تحفه عجبني، وجبت منه تاني عشان حسيته الحبه اللي عندي وانا لسه عندي شويه، بس حسيته مش هيكفي كل اللي انا عايزه اعمله، فجبت منه تاني احتياطي. ودول بقى شكلين هحط لكم صورتهم اهي. شكلين كنت جايباه، ده شكل كده، ودي مش عليها الشكل ده، فدي شكلها مش باين، بس جايباها برضو للأوضة التانية. فنفس اللي انا جبتها حطها فوق الباب الدريسنج، فهعمل فوق أوضة كل أوضة كده كنت قايله لكم. ودول اللي هما زي اللي احنا عملناهم مع بعض، اللي هي الشرايط اللي هي المضيئة دي. جبت نفس اللون تاني عشان هي ما كفتش، فجبت منه تاني. وجبت من دي واحدة لحد ما اشوف انا الرفوف اللي هعملها قد ايه. فكده كده الرفوف اللي اوريدي انا حطاها كفت معايا، فدي انا جايباها بقى للحاجات الجديدة اللي هتيجي. ودول اتنين كده اهو، هوريكم شكلها لما اجي اركبها. ده عشان انا جبت حاجه كده عشان اعلق عليها المفاتيح، كنت عايزه حاجه مختلفه، فهو شكل كده جبته، وهو اصلا يعني مش علقه مفاتيح، وانا قررت ان انا اعمل علقه مفاتيح. دي شكلها شبه الكريستال كده اهو. ف كنت عايزه حاجه قيمه يعني كده اهو.
اهي، دي كلمة هوم وعليها بيت كده وبتاع. ف بصوا اهي، هي طبعا شكلها منغمش كده عشان هي عليها ستيكر حماية يعني. لما تتركب بقى ولما بيتشيل بتبقى مراية. فهركبها، عجباني اوي، هركبها واوريكم شكلها. بصوا اهي انا عاملة، بصوا شكلها اهي عامل ازاي، كريستالة كده، ودي شفافة بقى تتركب كده. هي بتبقى شكلها عامل كده، اتنين مع بعض كده. انا جبت 4، مش هحتاج اكتر من كده. هفرش احلى بكتير، هفكها واركبها واوريها. بصوا ده كده شكلها بعد ما اتركبت، شكلها حلو قوي اهي. على الحقيقة احلى كمان. اوريكم لو انا مثلا هعلق مفاتيح، بصوا اهي وانا معلقة المفاتيح، ومش عالية ولا حاجة. انا كنت قلت ان هي هتبقى عالية بس مش عالية، بس انا كنت عايزة اوسطنها مع لوحة المفاتيح اللي تحت دي. شكلها حلو.